بكل خير وبركة. أعزائي الأفاضل المحترمين، كنتم متابعي الكرام، عدت إليكم بفيديو جديد فضولي بعد غياب طويل. في أمسية الخميس 8 سبتمبر عدت إليكم بفيديو فضولي بعد غياب طويل خالتي. معكم الكاتب الرياضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إبراهيم حسام الدين. نتحدث شوية عن المنتخب الوطني. المنتخب الوطني الجزائري تحت إشراف قيادة جمال بالماضي، اللي فشل في التأهل لكأس العالم قطر 2022، سيدخل تصفية كأس أفريقيا وكأس العالم الأيام المقبلة إن شاء الله يا رب العالمين. أتمنى التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في التأهل لكأس أفريقيا الساحل العاج 2024، ونتمنى أيضا التأهل للمنتخب الوطني الجزائري إلى كأس العالم 2026. والله بكل صراحة الأمر الواقع هذا فيديو فضولي بعد غياب طويل عن الفيديوهات عبر قناتي على اليوتيوب اللي هي كاتب رياضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بسبب مشاغل الحياة الدنيا مش هنقول لكم متابعين الكرام أينما كنتم، نعرج قليلا عن في الحياة الدنيا. يعني تفوز في النهاية تفوز النية الصافية، يفوز القلب النقي والتقي. أما كرة القدم تبقى مجرد لعبة، وأما الحياة الدنيا يعني بكل صراحة الأمر الواقع في هذه الحياة الدنيا رب العالمين يبتلي عباده أصحاب الإيمان القوي، يبتليهم ليختبر صبرهم. وبكل صراحة الأمر الواقع خفتي قناتي على اليوتيوب ليست لكرة القدم فقط، لمعالجة بعض النقاط السلبية التي نعيشها يوميا في حياتنا اليومية، واللي هي خفتي الحسد والحقد والنميمة والفتنة. خاوتي هذه قناتي على اليوتيوب، وأنشر فيها كل شيء يكون محترم، وأعبر فيها عن أفكاري بكل نزاهة وشفافية وصدق ومصداقية. إن هذه الحياة الدنيا مليئة بالاختبارات، مليئة بالابتلاءات. رب العالمين يختبر عباده الصالحين ليخرج ما فيهم من نقاء، ينقي قلوبهم. رب العالمين ينقي قلوب العباد الصالحين بالابتلاءات، كثرة الابتلاءات والصبر. الإنسان عندما يصبر على البلاء فهو يؤجر. عندما تصبر على جميع أنواع البلاء في المجتمع الذي تعيش فيه فأنت لك أجر عظيم، ولهم من الله، لهم من رب العالمين ما يستحقون. بكل صراحة خوتي، كاين إنسان يعز عليا بزاف، خلاص يعز عليا، هو ابن عمي خوتي، طفل شاب له قلب طيب وجميل. أتمنى له كل الخير في حياته كلها. وليس ابن عمي فقط، هو عبارة أيضا عن صديقي، تربية وأخلاق عالية المستوى ما شاء الله تبارك الرحمن. أسأل له رب العالمين أن يحفظه بحفظه العظيم الطيب والمبارك اللي هو زين الدين إبراهيمي، كما أسأل الله رب العالمين له في كل يوم أن يحفظه
وأن ينير عقله ويفرح قلبه ويسعده في كل حياته في مرحلة الطفولة، حيث يكون العقل غير متوازن. أتمنى من رب العالمين أن يحفظه دائما وأبدا، ويكون نجم من نجوم كرة القدم، ليس المحلية فقط بل العالمية أيضا، لأنه يمتلك إمكانيات كروية عالية المستوى، وإمكانيات فكرية، وإمكانيات تربوية وأخلاقية عالية المستوى ما شاء الله. له قلب طيب وجميل، له نية صافية، له أخلاق عالية. رب العالمين يحفظه من فوق 7 سماوات بسبب نقائه وصفاء قلبه البريء من كل فتن الدنيا. يحب كثيرا كرة القدم، يحب كثيرا ممارسة كرة القدم، ويتمنى ويحلم أن يكون في مستقبل الأيام أن يكون لاعب كرة قدم معروف ومشهور عالميا. يحب كثيرا اللاعب كريم بنزيما، يحب كثيرا ليونيل ميسي، يحب كثيرا النجوم العالمية، ميسي، رونالدو، كريم بنزيما، رياض محرز. وهو بطبيعته ككل شاب يحب كرة القدم في مرحلة الطفولة، يحب كرة القدم كثيرا، يحب ممارسة كرة القدم كثيرا. أتمنى من رب العالمين، وهذا ديديكاس ليه، أتمنى من رب العالمين أن يحفظه بحفظ العظيم الطيب المبارك، لأن له تربية وأخلاق كما ذكرت هذه النقاط الإيجابية من باب الفضول فقط. شاب خلوق محب لكل الخير، وسيرزقه الله رب العالمين كل الخير إن شاء الله. عدت لكم متابعي الكرام بعد اعذروني، عدت لكم بعد فترة طويلة من الغياب بسبب مشاغل الحياة الدنيا، وأنا أمارس نشاطي اليومي على مواقع التواصل الاجتماعي، الكتابة والنشر والتدوين في كل ما يخص كرة القدم. يعني وهديت له هذا الديديكاس زين الدين إبراهيمي زينو، لأنه تربية وأخلاق عالية المستوى، وأحبه في الله كابن عم كصديق. أمنيتي من رب العالمين يحفظه ويحفظ كل من لديه قلب جميل ونقي وبريء من كل فتن الدنيا، وأن يرزقه النجاح في والتوفيق في مشواره الدراسي، وأن يكون لاعب ممتاز في مستقبل الأيام. وحلمه أن يكون لاعب مشهور سواء في البطولة الجزائرية، سواء في الجزائر أو خارج الجزائر. هو في عمر الزهور، وسيزهر الله له أيامه كلها ويحقق له أمنياته إن شاء الله يا رب العالمين. متابعي الكرام أينما كنتم، لا تبخلوا على دعم قناتكم، اللي هي ليست قناتي وحدي، اللي هي كتب رياضي، ليست قناتي وحدي، هي قناتكم جميعا. إن شاء الله المنتخب الوطني الجزائري في كأس أفريقيا الصيف 2024 يحقق نتائج طيبة، وفي تصفية كأس العالم اللي هي مجموعة ضعيفة جدا، لكن كرة القدم الإفريقية لم تعد تعرف منتخب ضعيف ومنتخب قوي. هذا منتخب ضعيف وهذا منتخب قوي. مش هنقول لكم متابعين الكرام أينما كنتم، رب العالمين فيه الخير، ويرزق كل من له قلب طيب وجميل يرزقه بالخير. الله يحفظ متابعي أينما كنتم، الله يحفظكم متابعي أينما كنتم جميعا. نلتقي في فيديوهات أخرى إن شاء الله يا رب العالمين. هذا فيديو فضولي فقط، دردشة قصيرة مع متابعي الكرام الأفاضل الذي غبت عنكم طويلا. أتمنى أنكم بخير جميعا. فيديو فضولي، فيديو اطمئناني عليكم. نلتقي في فيديوهات أخرى، ولا تنسوا دعم قناتكم من باب الفضول فقط. في أمان الله وحفظه ورعايته، وربي يحفظكم جميعا متابعي أينما كنتم. طاب مساءكم.
وطابت أيامكم بكل خير وبركة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.